اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. انا معاكم لينا، والفيديو النهارده هاخدكم في رحله في قطر التالجو، من افخم القطارات اللي اتضمت لسكك حديد مصر ولسه بادئ تشغيله. وبجد القطر فخم جدا جدا وسريع، وفيه مميزات كتيره ورفاهيه مش موجوده في باقي القطوره اللي موجوده في مصر. هنشوف مع بعض في الفيديو كل الديتيلز بتاعته، اسعار التيكتس والاماكن اللي بيوصل لها والمده. هنشوف مع بعض القطر من جوه والتفاصيل ومنيو الاسعار كمان بتاعه الاكل. بس ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو علشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات كمان وكمان. القطر من جوه اول ما بتدخلوه بتحسوا انكم داخلين طياره، مش داخلين قطر عادي. كل حاجة في القطر ده معمول حسابها، وفي موجود كذا درجة. موجود الدرجة الVIP والدرجة الايكونومي او الدرجة الاقتصادية. زي ما انتوا شايفين دي محطة القطر واللي روحناها مع بعض واحنا بنركب قطر النوم، وعملت لكم فيديو ريفيو عن قطر النوم وجماله. ده القطر التالجو زي ما قلنا، وعاملين فيه حساب كل حاجة موجودة. في مداخل لذوي الهمم، في كراسي لذوي الهمم، حمامات لذوي الهمم، وطبعا ده غير المداخل الأساسية والكراسي الأساسية والحمامات الأساسية. الكراسي بتاعت الدرجة الأولى دي كده احنا في الدرجة الأولى. الكراسي كلها مزودة بشاشات في الظهر، وبيشتغل عليها أفلام تقدروا تشغلوها وتوصلوه بالسماعة بتاعتكم في ودانكم. وطبعا أنا مش هتكلم على جمال محطة القطر، قعدت أصور لكم جمالها في الفيديو بتاع قطر النوم. ده من اول ما ندخل القطر. ده الدرجة الVIP. وبالنسبة لأسعار التيكتس، الVIP سعر التيكت 200 جنيه، والدرجة الاقتصادية او الايكونومي سعرها 150 جنيه. بيكون في ترابيزات قدام الكراسي علشان لو حابين ان انتوا تاكلوا وانتوا بتتفرجوا على المنظر من الشباك بتاع القطر. دي المنيو بتاعت الاكل هناك، وزي ما انتوا شايفين الاسعار حلوة جدا. يعني الشاي والاعشاب والمشروبات 10 جنيه، شاي بالحليب 13 جنيه. الكرواسونات اسعارها حلوة. الوجبات اللي هي الديشز المين ديش بيبقى سعرها في حدود 60 جنيه. وجبة شاورما فراخ، وجبة شاورما لحمة 63، وجبة فراخ بانيه 63. فالاسعار حلوة قوي قوي زي ما انتوا شايفين. الكراسي عاملة ازاي، وده الترابيزة وهي محطوط عليها الاكل والوجبة. دي وجبة الفراخ ومعاها الرز والبطاطس وعيش وبيبسي وطحينة. حلوة جدا وطعمها حلو، الحاجة مستوية واكل حلو جدا جدا. برضو شركة ارنست اللي كانت بتقدمه زي في قطر النوم. لو حابين تشوفوا فيديو قطر النوم هسيبه لكم في اخر الفيديو ده علشان تتفرجوا عليه. الدرجة الVIP في ظهر كل كرسي زي ما قلنا شاشة، وتقدروا انكم توصلوا عليها السماعات، والكراسي تقدر انها تلف بحيث انها تبقى باصه لبعض، علشان لو عيله مع بعض او ناس عامله ميتنج او كده تقدروا انكم تحركوا الكراسي زي ما انتوا عايزين. وفي جنب كل كرسي فيه كشاف، وفي توصيله كهرباء علشان تشحنوا موبايلاتكم. كل حاجه متجهزه في كراسي الVIP. ودي الوجبات وهما بيحضروها في القطر علشان يقدموها للجمهور. وكمان مستوى الثبات في القطر عالي جدا مع سرعته العالية، بيوصل من اسكندرية للقاهرة في خلال ساعتين. والكراسي كلها فيها انها تقدر تحركوها لكذا مستوى بحيث ان هو الكرسي يبقى مايل شوية فيبقى مريح ليكم. دي الحمامات اللي هي لذوي الهمم. جنب الجزء بتاعهم بيبقى حمام واسع علشان يقدروا ان هم يدخلوا يتعاملوا في الحمام بكل سهولة وبكل ارتياح. وفي كمان مكان لتغيير الطفل. والحمام الصغير ده للحمامات التانية مش حمامات ذوي الهمم. برضو في مكان للتغيير للبيبي، وفي زراير بقى علشان للتويلت ولكل حاجة. يعني الحمامات نظيفة جدا جدا، وبجد يعني كل حاجة فيه حلوة.
قطر التلجو في مصر حاليا مخصص للسفر من اسكندرية للقاهرة ومن القاهرة للاسكندرية. مدة وقت السفر ساعتين بالظبط، وما بتحسوش بجد انكم اتحركتوا اصلا. مستوى ثبات عالي جدا في القطر، مصمم وديزايند ان العربيات بتاعة القطر نفسها بتبقى ماسكة كلها في بعض، مش كل عربية على حاجة مختلفة بحيث انها تتهز مع اهتزازها على القضبان. وكمان وانتوا قاعدين في القطر نفسه هو برضو مصمم ان ما تحسوش بحركة القطر على القضبان، يعني ان الاحتكاك بالعجل بتاع القطر مع القضبان ما يوصلش للراكب اللي قاعد في القطر. فطبعا تجربة حلوة جدا جدا ومستوى ثبات عالي واحساس جميل انكم ما تحسوش بقى بفرهدة السفر والازعاج بتاع الرجرجة بتاعة القطر. طبعا نتمنى ان هو يفضل على مستوى الرفاهية والشياكة والنظافة ده، وبرضه نتمنى ان ما يتمش الاهمال في القطورة التانية اللي هي القطورة الاقتصادية، لان طبعا مهما كان ممكن ان احنا نجرب نستخدم القطر ده كل فترة كده، لكن في العادي ولو حد بيستخدم القطورات بشكل دائم هيبقى طبعا ممكن صعب عليه، فهيبقى محتاج ان هو يتعامل في القطورات الاقتصادية واللي بتناسب اغلبية وكافة الشعب. بالنسبة لسعر التيكت للأجانب وغير المصريين، سعر تيكت الدرجة الأولى $30 وسعر تيكت الدرجة التانية $25. دي كراسي الدرجة الأولى وكلها متبطنة من الجلد، ودي شاشة بتبقى قدامكم بتوضح لكم GPS مكان القطر حاليا ورقم العربية ومستوى السرعة وكل حاجة. وكمان في غرفة مراقبة الكاميرات في موظف قاعد فيها طول الوقت بيراقب، فطبعا مستوى عالي جدا من الأمان. شايفين الكرسي عامل ازاي علشان راحة اكتر للراكب اللي قاعد، تبطين الجلد والنظافة وكل حاجة، بجد مستوى عالي من الرفاهية، تحسوا انكم قاعدين على كرسي طيارة. دي الدرجة VIP اللي هي سعر التيكت فيها 200 جنيه. كراسي الدرجة الأولى المسافة ما بينها أوسع شوية من الدرجة التانية، وعزل الصوت في القطر عامة عالي جدا، يعني ما بتحسوش بقى بالدوشة والكركبة بتاعت القطورة اللي كنا بنركبها الأول قبل كده. لا، عازل الصوت مخلي الصوت كده هادي وتحسوه مجسم كده كأنه حاجة 3D يعني. بعد كده بقى ندخل على الدرجة التانية المكيفة، هي دي الكراسي بتاعتها، وبرضو حلوة جدا جدا. سعر التيكت بتاعها زي ما قلنا 150 جنيه، واختلافها فرق ال50 جنيه ده عن الدرجة VIP في ان ظهر الكراسي مفهوش شاشة، وان هي مفيهاش اللي هي الزراير بقى اللي ما بين الكرسيين زي اللي كانت موجودة في درجة VIP. بس الكراسي برضو مريحة جدا، والإزاز واسع يوفر رؤية حلوة جدا زي في VIP. عوامل الأمان كلها موجودة، وده الظهر بتاع كراسي الدرجة التانية. دي دورة المياه بتاعة ذوي الهمم، زي ما انتوا شايفين موفرين كل حاجة وعاملين حساب كل حاجة. قطر التلجو بيسع 492 راكب وسرعته 160 كيلومتر في الساعة، ومتاح جواه عربية للبوفيه على أعلى مستوى، ده بالإضافة أنه مزود بكاميرات مراقبة داخل القطر علشان الأمان الكامل، ومزود كمان بشبكة واي فاي. أبواب القطر الداخلية كلها شغالة أوتوماتيك، تقربوا منها تفتح وتبعدوا عنها تقفل. والشاشة دي موجودة في كل عربية من عربيات القطر، بتوضح رقم العربية وGPS بيبين مكان القطر. وده الجزء المخصص لذوي الهمم. دي كراسي مخصصة ليهم علشان يقدروا ان هم يقعدوا بسهولة في القطر ويقدروا ان هم يتعاملوا، وكمان ليهم مدخل برامب معين علشان يقدروا يدخلوا القطر بسهولة. دي الكراسي المخصصة ليهم لذوي الهمم، وجنبها التويلت اللي كنا لسه شايفينه. القطر بيتحرك مباشرة من القاهرة لاسكندرية والعكس، مش بيقف في اي محطات في النص زي بنها دمنهور. فلو حد من سكان الاقاليم حب يركب قطر التلجو مش هينفع غير يا اما من القاهرة او من اسكندرية، مش هينفع يركبوا من محطات في النص. وده كده اهو المدخل مخصص لذوي الهمم،
فبجد القطر فيه كل حاجة ومفكرين في كل حاجة فيه، والرفاهية الكاملة لكل الفئات. ميزة من المميزات اللي عجبتني في الدرجة الاولى ان انتوا لو انتوا مسافرين شخص واحد وحابين انكم تقعدوا في كرسي لوحدكم، ما يبقاش في حد جنبكم ممكن يبقى في ازعاج او كده، فممكن تحجزوا كرسي فردي وتبقوا قاعدين لوحدكم مستمخين كده طول الطريق. وحابه اوضح لكم ان سعر التيكت اللي قلناه اللي هو يا اما 200 جنيه يا اما 150 جنيه ده غير شامل الوجبه دي بتشتروها زي ما شفنا في اول الفيديو في منيو كده بتنقوا منه الوجبات اللي انتوا عايزينها. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش ضروري لو استفدتوا من الفيديو وعجبكم انكم تعملوا لي لايك علشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا دلوقتي حالا دوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زرار الجرس اللي جنبه علشان يوصلكم كل فيديوهاتي وريفيوهاتي.